اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. والله فعلا وحشتوني جدا جدا. أنا بقالي فترة كده ما بنزلش فيديوهات، وحتى ده فيديو العيد في أول يوم العيد صورت معاكم كده أحداث اليوم، قضوا معايا يوم العيد ولو جت متأخرة، ولكن حسيت ان مش عارفه ان انا يعدي عيد من غير لما انا انزل لكم فيه روتين كده ونقضيه مع بعض. ما تنسيش تدعميني بلايك جزاكم الله خيرا، وتشتركي في قناه عيشي حياتك مع ام علياء لو اول مره تشوفيني. يلا بينا كده نبدا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاكرين لما قلت لكم قبل العيد ان البيت اصلا يعتبر لسه منضفاه قريب تنظيف عميق، فهو كان شويه بس كده مسح خفيف وشويه كده ترتيبات. غسلت كسوه الكنبه دي بصراحه كانت محتاجه تتغسل. واهم حاجه عندنا في العيد علشان الولاد يحسوا بالعيد البلالين. لما خلصت كده ونضفنا قلت بقى اجيب لهم كده شويه بلالين ينفخوهم ويفرحوا بيهم. جيت اصورهم لغايه لما نفخوا بقى زهقت بصراحه، وقمت اشوف ورايا ايه، لقيت نصهم اتفرقعوا فما صورتش. عندي بقى يا بنات خروجه ليله العيد دي من الحاجات المهمه قوي قوي، اللي بتحسسني ان يعني في حاجات كده تبقى فاضله لازم اجيبها، لا انا ما فيش وقت اجيبها غير ليله العيد واتزنق كده وانا طالعه اجيبها. فدي من طقوس العيد عندي يعني. هنا طبعا البنات كانوا بعد ما فطرنا يوم عرفة اللي هو ليلة العيد على طول، كل واحد قام فرش السرير بتاعه. السرير اللي هي بتاعت أوضة عبد الرحمن اللي فات دي كانت دي جديدة، لكن دي كنا فرشناها تقريبا من شهر أو حاجة، والبنات فرشوها مرة وعنوها قالوا هنشيلها برضو للعيد يعني. تعالوا بقى أفرجكم على الحاجات اللي خرجت اشتريتها. كان في شوية كذا حاجة كده محتاجاهم، والله لسه باللبس بتاعه قلت أصور لكم. عارفين اللي هو اللي من شركة ايفا اللي هو الميست ده يا بنات، حلو قوي قوي، روايحه كتير قوي، والجولد منه حلو، والبينك لونه جميل قوي، ريحته حلوه قوي. المهم جبت كده 2 للبنات كانوا محتاجين يعني سبلاش. بيحطوه بقى يا بنات استخدام خارجي، يعني احنا ما بنستخدموش اولا بره البيت، يعني اولا ما بنستخدمش ده بره البيت خالص، وفي البيت ما بنستخدموش على جسمنا مباشرة، بنستخدمه على الملابس من بره واحنا رايحين نصلي على الاسدال كده يعني. ده طبعا هتشوفوا دلوقتي لبس جمانة دول ماشيين معاه خالص. كنت حاطه لها 2 بيض لون ابيض، وبعدين لقيت ده لون الفستان العباية اللي هتلبسها تصلي فيها العيد زيها بالظبط. جبت لها الشراب دوت، ده كان سعره تقريبا 25 او 30 جنيه. وتوك كالعاده عشان نربط الشعر، ودي علشان بقى الفستان بتاع العيد نفسه الاصلي اللي هو كانت عامله عليه العقد اللي كنت موريه لكم في فيديو بتاع الخرز، فاكرين؟ نفس اللون كده. بصي كنت في المحل والبنت قالت لي نخاع انثى الجمل ده حلو قوي وناس مجرباه ومش عارفه وايه، ده ب35 جنيه. انا ما جربتوش لسه لغايه ما بكلمكم، ما جربتوش. لكن دوت اللي هو الخلطه الحرير الهنديه دي يا بنات، ده سعره 65 جنيه وعليه العلامه المائيه الاصل المستورد مش تقليد يعني. فكانت واحده واقفه في المحل هناك بتشتري، قعدت تحلف لي ان هو فظيع وخلى شعر بنتها حلو قوي وبيصففه بسهوله وبيفرده وبيخليه سهل في التسريح وكده. فجبته علشان يساعدني في تسريح شعر جمانة، وبصراحة يعني أنا شايفاه حلو بنسبة 80% إلى الآن، يعني أنا شايفة فيه فرق في التسريح ومريحني شوية. فده اللي استخدمته. اللي هو النخاع ده ما استخدمتوش، بس أنا أعرف إن النخاع حلو. صابون إنجليش يا بنات، طبعا هو مش تبع المقاطعة خالص وحلو قوي. هقول لكم أنا جربت منه كام لون. أنا جربت منه اللبني، العلبة اللي من بره لبني، واللي من بره اسود ومن بره بينك. احسن نوع فيهم اللي من بره احمر، ريحه الورد بالظبط، بصراحه تحفه. التوكه دي اللي عليها لون الدرل بتاع العيد الفستان هتلبسها كده على شعرها في البيت. احنا عارفين طبعا التوك الستان حلوه للشعر علشان التقصيف والحاجات دي يعني. كان سعرها 15 جنيه. وجبت لها برضو اكلادور، ده في كله في البيت يا بنات. بصوا بقى الفلامينجو في منها الاصلي وفي منها المضروب. شايفين الاصلي اللي هي فيها العلامه المائيه دي سعرها 135، وفي محلات بتباعها ب160. دي الاصليه يا بنات اللي هي مش الكوبي يعني، لان في منها نفس الشكل بالظبط بس مش مكتوب عليها كلمه اوريجينال اللي فوق دي، في كلمه كده اوريجينال وبعدين تحتها العلامه المائيه اللي وريتها لكم فوق دي.
دي كده الاصليه، ده تفرقي بين الاصلي والتانية بتبقى ب25 جنيه، لكن دي ب135 وبتقعد معاكي فتره طويله. وبصراحه بعد استخدام سنين انا شايفاها حلوه قوي قوي يا بنات. بستخدمها في الوش عادي وحلوه جدا. بصوا بقى، دي بصراحه مش حلوه خالص. البنت البنوته اللي هناك قعدت تقول لي حلوه، ده بتدي ريحه حلوه كده للجسم بعد الاستحمام وحلوه وصحيه طب حلوه تعملش بقع، ما مش عارفه، قالت لي حلوه وانا بستخدمها. المهم لما جبتها اللي هي اللوشن ده لوشنات كده يعني بروايح مختلفه، في الاخر نفتحهم نلاقي كلهم ريحه واحده. يعني انا مش حاسه فيه روايح مختلفه اساسا، كلهم ريحه واحده اساسا كده، ريحه غريبه. بصوا بقى، كنوز الشام عامله ميست يا بنات رهيب. ده انا جايباه تقريبا من 3 شهور وكررته تاني. كنت جايباه اول مره ب75، دلوقتي جايباه ب85. اسمه كنوز الشام، ريحته ثابته. يعني دايما الميست او السبلاش حتى الامريكي المستورد الحاجات دي كلها ريحتها بتروح على طول، بقى فيها ريحه كحول كده. بتاعه ذا بادي اند شوب هو مقاطعه والحاجات دي كلها، بس برضو بتحس انها بتطير. كنوز الشام يا بنات تحفه تحفه تحفه، بيثبت وبيدي ريحه حلوه قوي. يعني لو حطيت في الاسدال كده وانا رايحه اصلي لغايه الفرد اللي بعده احس الريحه لسه باقيه في الاسدال. بصراحه حلوه قوي. بس هي دي الحاجات كده، واللفتين دول بتوع الاستحمام. يعني كنت بقى في شويه حاجات كده باقيه ناقصه البيت، يعني طلعت جبتها بالمره. ودلوقتي بقى اهم حاجه، الولاد استحموا فرحانين لابسين هنا البيجامات الجديده دي، كانت تيتا جايبها لهم من العمره ربنا يبارك فيها، فلبستها لهم النهارده يعني. فلما استحموا بقى قلت لهم تعالوا برضو يا بنات نصور للذكرى. والله انا بحب ان انا اعيشكم معايا اجواء العيد دي. يعني بصي بكل واقعيه اقسم بالله، يعني ده اللي بيحصل عندي في البيت بالظبط. بحس ان انا عايزه اعيشكم الاجواء، واحس كل واحده فيكم بتبقى عايشه زيي، فانا بدون ذكرياتكم وذكرياتنا مع بعض. فدلوقتي قاعدين بقى يكلموني يا ماما احنا مش عايزين ننام، وانا اقول لهم لا لازم ننام علشان نعرف نصحى بدري. وبصوا بقى اللقطه دي انا حبيت اصورها ليه، والله يا بنات انا ما اعرف ان عبد الله عامل كده. هو اللي نادالي وقال لي تعالي شوفي، ولقيته راصص بقى على السرير. ده قلت له يا عبد الله ده كبير عليك مش هتلبسه دلوقتي، كان جايله هديه برضو من تيتا. فقلت له لا ده مش هتلبسه دلوقتي خالص لسه كبير عليك. وده القميص بالتيشيرت ده بتاع العيد الصغير، ما كانش لبسه في العيد الصغير لسه بالتيكت بتاعه، ما كناش لبسنا اللبس في اليوم ده، كان عندنا ظروف يعني. والشبشب ده المفروض ان هو جايبه له بيتي مش عارفه حاطه ليه هنا. وده مصليه كده قال هيروح بها العيد. وبعدين ده برضو بنطلون لسه جديد، يعني المفروض الطقم ده بتاع العيد الصغير وهو لسه هيلبسه في العيد ده. تمام. جمانة لقيتها برضو، دخلت لقيتها عامله نفس عبد الله بالظبط، حاطه بقى الشراب والحاجات بتاعتها والغوايش. هتشوفوا بقى اللبس ده عليهم بقى دلوقتي واحنا نازلين نصلي العيد مع بعض. طبعا بقى معايا الفيديو بالكامل. لو وصلت لغايه هنا اضغطي لايك للفيديو واشتركي في القناه، وان شاء الله باذن الله هتبقى الفتره الجايه تبقى فيديوهات صيفيه كده حلوه تعجبكم باذن الله. لقيتها بقى جمانة بقى جايبه الغوايش بقى اللي عارفين بتيجي من السعوديه من العمره دي يعني. عبد الله كده بقى دخل ينام نوم اللي هو مش راضي مش عارف. طب غمض عينيك يا عبد الله 5 دقايق تلاقي نفسك نمت. بصراحه ما نمشي، ما عرفش ينام برضه، وفضلنا لغايه لما رحنا صلينا العيد كالعاده. وهنا جمانة برضو بتحايل عليها وقاعدة احمسها واقول لها نامي عشان تبقي فايقة طول اليوم، وما فيش فايدة. والعقد ده هي اللي عاملاه على ايديها يا بنات، شايفينه في من نفس لون البيجامة، كانت عاملاه برضو للعيد كده. دي شغل الخرز اللي هما بيشتغلوه. خلاص، ما هو مش عايزة اقول لكم ان احنا صحينا، احنا ما نمناش اساسا. ودلوقتي لبسوا بقى. جمانة لابسة العباية دي، هي عباية كده تعتبر للصلاة، يعني الأجواء لرمضان بقى والحاجات ديت، يعني الأجواء دي. واللي عمل لها شعرها أنا بصراحة كنت مرهقة جدا يا بنات في الوقت ده بقى، خلاص بقى يعني صيام، كان امبارح حر جدا اللي هو كان يوم عرفة، وبعدين كان النور بيقطع وحاجات كده كانت بتحصل كتير ومفيش أكسجين والجو حر. وكمان ما نمتش، فلا صرحي لها انت بقى يا عليا، فدي عليه اللي عامله لها التسريحه دي. مشينا في الشارع مفيش مواصلات، واحنا رايحين بقى نصلي المكان بعيد عن البيت، والمفروض ان احنا هنمشي كتير، فالمواصلات كلها مشغولة مفيش حد نركب معاه في الوقت ده. فمشينا يعني. المكان كان هادي وكان جميل قوي في مركز الشباب عندنا، رحنا صلينا ما شاء الله كان المكان حلو. واحسن حاجة بقى في الاجواء وقتها التوزيعات، الولاد كانوا يا بنات فرحانين بالتوزيعات اللي بتبقى في العيد دي.
يعني عايزه اقول لكم انا جايبه للولاد العاب في البيت للعيد، والله فرحتهم بالتوزيعات دي اكتر من فرحه الالعاب اللي انا جايباها. عارفين فيها ايه؟ مش عارفه بسكوته، مش عارفه بالونه، وناس هنا قعدوا بقى يحدفوا عصاير، حاجات بسيطه جدا، بس فعلا جزا الله خير اللي بيعمل حاجات تفرح الناس زي كده. حاجات بسيطه قوي بس فعلا 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 فرحتهم قوي يعني. خلاص نزلنا وقلنا كده ايه، ناخد كذا صورة كده، مكان حلو في حديقة كده كمان ورا، ولقينا واحنا ماشيين مراجيح في نفس الطريق. بصي يا بنات ده اول البلد عندنا اللي بيكون فيه كده ملاهي كده صغيرة وفي مكان العاب فبالمرة بقى تشتري العاب يا عبد الله. لقيته لاول مرة بقول ما انا عندي يا ماما، فرحت قوي والله. انا ما كنتش عايزة ازعله، فبقول له تشتري العاب على اساس ان انا خايفة يكون هو وجمانة نفسهم في العاب، بس مش عايزين يقولوا علشان انا جايبه لهم. فسالتهم عايزين العاب، لا ما احنا عندنا يا ماما. فقلت خلاص، قنوعين ما شاء الله يعني، مش طماعين. المهم رحت بقى هنا كده، ركبتهم المراجيح. تركبوا ايه؟ طبعا بعرض عليهم، قالوا نركب القطر الاول وبعدين نركب العربيات اللي ورا هناك دي اللي هي بتلف. جم يركبوها، مش عارفه الراجل اللي عليها كان ما فتحش الكهرباء لسه، لان كنا لسه بدري بعد صلاه العيد مباشره يعني. فقعدوا بقى كده ركبوا شوية مراجيح وحاجات، وبعدين بقى روحنا مشي برضه. بصراحة والله يا بنات أنا كنت لابسة في اليوم ده سكتشر جديد، فالسكتشر عارفة اللي هو بقى يعني هو المفروض مريح للرجل، بس لا، أي حاجة أول لابسة بتبقى مطلعة عينيكي شوية، مش قادرة خلاص أنا عايزة أقعد في وسط الشارع. فلقيت بقى هنا محل عصير واحنا ماشيين، قلت بص عديني شارين، أنا مش عايزة أشرب عصير، أنا عايزة أقعد في أي مكان. شربنا عصير ورجعنا. طبعا كالعادة عارفين انتوا غيبوبة العيد اللي بتسمعوا عنها دي، قعدنا وفضلت بصراحة فترة جامدة بقى. خلصنا كل اللي ورانا والحاجات اللي انتوا عارفينها دي والحاجات الإلزامية، خلصنا كله ونمت شوية، ما تمتش ساعتين وصحيت بقى تاني، يعني ساعتين كده في نص اليوم وصحيت، لأن في ناس بقى لسه بقى أهل هيجوا يعيدوا علينا ولازم الحاجات الرسمية دي. فأنا في اليوم ده بحب أوفر على نفسي وأعمل الكوكتيل كده جاهز، ولا اقعد اغسل فاكهه والفاكهه تبقى في الاطباق والحاجات محدش ياكل، ولو معاه في اطفال في الزياره يبهدلوا، لا. فدي افضل حاجه للام اللي بتكون معاها اطفال جايه تزورني، وليا انا كمان علشان ترتيب المكان. فبقطع الفاكهه وبغرف كده على قد كل واحد وهم بياكلوها بتبقى سهله. فدي من الحاجات المقترحه في الضيافه يوم العيد بالذات يعني. وترمس بقى اللي انتوا عارفينه، سوداني وشويه شوكولاته جايباهم كده للولاد افرحهم. انا ما كنتش ناويه اجيب يعني في العيد الصغير بنعمل شوكولاتات لازم، يعني في العيد الفطر كلنا بنجيب شوكولاتات وكتير بقى من كل الانواع. لقيت عبد الله بيقول يا ماما نسيتي تجيبي الشوكولاته، قلت له لا يا عبد الله العيد ده ما فيهوش شوكولاته. لقيته زعل قوي، ياه، فزعل جدا كده وهو متاثر. فقلت مش مشكله ان انا اجيب حاجه بسيطه كده افرحهم بيها يعني. تعالوا بقى هنا على الغدا. ده مش غدا يوم العيد. يوم العيد يا بنات احنا بنعمل تشويحه كده اللي هي كبده على لحمه على مش عارفه ايه، دي بناكلها. ده تاني يوم بقى على طول عملت رز ابيض، وعملت اللي هي شويه كده توم عليهم، طفتهم كده بشويه خل، اللي هي فتة بالخل والتوم بس. تاني يوم العيد كالعاده برضو انا ما عنديش الطاقه اللي انا قادره اقف في المطبخ واعمل اللي هو بقى احمر عيش واقطعه والكلام ده. فلقيت عندي رقاق، طبعا الصلصه دي متسبكه عندي وموجوده اساسا يعني. فلقيت عندي رقاق قطعته كده وقلت حلو يعني يغني عن العيش يعني، لانه جامد شويه، مش الرقاق اللي هو الرفيع يا بنات اللي هو الخفيف ده، لا، طبقتين كده وجامد شويه، معمول بيتي يعني، كنت شاريه بيتي من واحده ست. خد كده يعني كبشتين كده من الصلصه نفسها اطعم بها الرقاق، وسقيته كده بالشوربه. عايزه اقول لكم ما فرقش خالص عن ان انا اعمله بالعيش، احمر العيش واقطعه والحاجات دي، لقيته سهل برضو بسيط. وبعد كده بقى جبت الرز الابيض كده عليه ورصيت بقى اللحمه المسلوقه. وعندي بقى مين بقى ما بحبش اللحمه نفسها، عائشه وجمانه للاسف الشديد تعبني جدا في النقطه دي. ففرمت حته لحمه كده ورحت ايه عاملاها لهم كفته، يعني حتى عامله ازاي يعني انا نسيتها في الفرن والله. قاعده اقول ريحه ايه، ريحه حاجه انا كده والله العظيم كنت ناسيه جدا ان انا حاطه كفته في الفرن، لقيتها اتحرقت مني. وبعد كده بقى حطيت الصلصة على الوش وبس. وده كده كان يومنا يا بنات، اول يوم، وده غدا تاني يوم. ان شاء الله باذن الله اوريكم بقى بروتيناتنا بقى فيما بعد العيد الايام الجايه، واعيش معاكم كده ايام ظريفه. تابعوني في قناه عيشي حياتك دايما، ما تنسيش دعميني بلايك، جزاكم الله خيرا،
وادعي لي كده دايما بظهر الغيب دعوة حلوة من قلبك ربنا يصلح بيها أحوالنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل. اللهم آمين يا رب العالمين. حبيباتي ومحباتي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.